بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما إن شاء الله. أول حاجة كده يا جماعة هنبدأ مع بعض كده. انتوا كنتوا بتقولي ما بتجيبيش مفروشات ليه؟ فأنا الحمد لله كده بدأت إن أنا أجيب الحمد لله كده بدأت في المفروشات. المفروشات برضو يا جماعة هاخدها حاجة حاجة، يعني مش هجيب يعني مثلا ممكن اخد الفوط كلها اخلصها، ممكن بعد كده اخد المفروشات ملايات او اطقم سرير برضو هخلصها. يعني ايه، ممكن تلاقوني بركز على حاجة معينة في المفروشات اجيبها. معلش بس في صوت بس فكتمت الصوت ورجعت تاني. زي ما بقول لكم ممكن اركز طبعا زي ما بقول لكم على المفروشات يعني انا هركز في حاجات معينه. وبرضو مش عارفه برضو الظروف ايه، يعني كل ما بلاقي حاجه حلوه قدامي انا بجيبها. انا جبت النهارده مجموعه فوط كده مع بعضها، هوريها لكم. والله يا جماعه الفوط دي يعني كانت مربوطة ومحطوط عليها كده، بس انا حبيت برضو افردها لكم واوريها لكم. بحب اوريكم الحاجة وبقول لكم كل تفاصيل الحاجة. ابعدوا يا جماعة، ده انا بوريكم الماركة بتاعتها. انا كنت يعني في حاجات في ماركات برضو، يعني يعني انت العروسة ما بتجيبش يا جماعة الماركات مثلا كلها عالية قوي وكلها شعبي قوي وكلها، يعني انت هاتي المتوسط والاعلى، ما تجيبيش الاقل. يعني هاتي الحاجة المتوسطة وهاتي الحاجة العالية، ما تجيبيش الاقل. الحاجة بتعيش، يعني هاتي الحاجة اللي تعيش معاكي، مش بكتر الحاجة او مش بكتر عدد الفوط، وممكن تلاقي حاجات يعني ما يبقاش كويسة. برضو والله يا جماعة في ماركات ممكن يعني زي السروجي، انا يعني مش بعمل يعني اعلان، ممكن زي الباندا، زي الحاجات اللي هي الماركات دي. بتبقى في ماركات مثلا مش معروفة قوي، والله بتكون برضو خامتها حلو. فانتوا ركزوا يعني على على الحاجات اللي انا بقول لكم عليها. انا كده الفوط دي زي ما وريتها لكم مكتوب عليها الاهرام. والله هو شكر لي فيها قوي قوي قوي، وقال لي ده الناس كلها واخده منها. انا مش بقى يعني مش حابه اجيب حاجه شعبي، وبرضه مش عايزه حاجه برضه تكون تقيله عليا. يعني برضه انا هجيب برضه من الماركات اللي هي معروفه، بس يعني واحده واحده ان شاء الله. دي خامة الفوطة يا جماعة زي ما بوريكم. ده الجبير يا جماعة، ده معروفة الجبير. الفوطة دي يا جماعة 60 في 120. ودي الواناتها. وحاولوا برضو وانتوا بتجيبوا الفوط يا جماعه، يعني ما تخلوش الالوان كلها مقربه من بعضها، مع ان والله في كل العلب الالوان بتبقى كلها يعني برضو مقربه من بعضيها، وبتبقى يعني كلها الوان واحده. بس انا ده نفسي بحب الالوان اللي هي زي ما بقول لكم كده، اللي هي الالوان الهاديه، مش بحب الالوان الفاقعه قوي. وهي برضو بنتي كمان برضو. دي يا جماعه الجوبير دي زي ما بقول لكم اللي هي 60 في 120. زي ما بوريكم كده دي الوانها من جري، اللي هو اللبني او البيبي بلو، بس يعني الكاميرا برضو يعني ظلمهم شوي. واللي هو الروز. انا زي ما بقول لكم دي الجبير. بلاش يا جماعه تجيب الحاجات اللي بتبقى فيها دانتيل دي. انا هوريكم دلوقتي يعني الحاجه اللي انا بجيبها. دي برضو والله خامتها حلوه قوي قوي. والعلبه دي فيها 4 فوط، وكنت جايباها يا جماعه ب 400 جنيه، ب 425 او 450، والله ما فاكره قوي، بس انا كنت جايباهم بقالي فتره وركناهم. فكنت بعمل لكم الفيديوهات السلسلات بتاع حفظ الجهاز وكده. فزي ما بقول لكم كده دي كانت حوالي يا ب 450 يا ب 425، انا مش فاكره قوي يعني. دي برضو زي ما بوريكم كده، برضو الواناتها زي ما بوريك اهو. انا دي كانت المفروض ما افتحهاش، والله انا الحاجات فاتحها لي بتبقى حاجات عنده مفتوحه بيوريها لي ويديني دي، بس انا عشان اوريكم مساحه الفوطه او حجم الفوطه، وبوريكم الحاجات اللي هي بتبقى يعني ازاي تعرف الفوط من خامتها يعني. خليها خامه تقيله، وبلاش يبعدوا عن القطيفه. انا مش هجيب قطيفه يا جماعه، وش قطيفه ووش قطن، لانها مش عمليه. هي ممكن تكون زينه اكتر، بس يعني مش عمليه. دي برضو يا جماعه ده الهاند ميد. انا اوريكم ده الجوبير برضو، مش جايبه الجوبير فيه كبير قوي، مع الاستخدام ممكن الحاجات دي اساسا تروح. يعني الجوبير ده ممكن الحته اللي انتوا شايفينها كده مع الاستخدام ممكن تطلع. بس دي متخيطه، يعني لما هاتوا الحاجه اللي تكون يعني مش لازقه يا جماعه، تكون متخيطه في قلب الفوطه. ده بقى الهاند ميد. برضو دول 4 فوط. هتلاقوا برضو في تقارب في الالوان، او دايما بتبقى تلاقوا في لون بيبقى يعني في كل العلب. ده برضو الهاند ميد يا جماعة، برضو 4 فوط. زي ما انتوا شايفين كده، برضو المساحة بتاع حجم الفوطة برضو 60 في 120.
في بيبقى اقل 50%. انت هتنوعي، يعني انت هتنوعي وانت بتجيبي الحاجه، انت هتنوعي بين ال60 في 90 والنص بشكير، 60 في 120 والخمسين في 100 والنص بشكير. ده برضه يا جماعه زي ما بوريكم كده اشكالها حلوه قوي. والله هم بيعملوها معايا، بيبقى ظابطين نفسهم معايا والله. بحب اخلي الفيديو يبقى مفيهوش اي اصوات او اي ازعاج يعني. دي برضو زي ما بوريك اهي، اللي هي الهاندميد. والله العظيم انا نسيت. ده يا جماعه الهاندميد، يعني اللي بيبقى زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه الشغل الهاندميد الرسمي اللي بيبقى فيه ده هاندميد. حلو قوي برضو، وحجم الفوطه برضو 60 في 120 حلو قوي. برضو انا كنت جايباهم يا جماعه، دول كانوا ب 400 برضو 25، يعني نفس السعر بتاع اللي عدت، لان انا كنت جايباهم مع بعض يعني، بس انا مش فاكره يعني تحديدا هي بكام، بس برضو في حدود 450 425، وكان برضو في عرض. اسعار المفروشات يا جماعه والله العظيم عدت يعني. دلوقتي اقل طقم ولا الطقم الشعبي في الحاجات دي بتبقى يعني، كمان في المفروشات بيبقى ب 400 جنيه وب 500 جنيه. والفوط برضو يا جماعه، يعني اقل حاجه في الفوط بتبقى ب 300 جنيه ويعني واقل كمان، يعني مثلا ما فيش حاجه ب 250، ما فيش حاجه ب 300، يعني كل ده بيبقى عامل لك عليه عروض. والله اعلم بتبقى عروض ولا لا. برضو زي ما بشوف انا بوريكم خبط الفوطه يا جماعه، تقيله والله تقيله يعني حلوه ماشيه، وبرضو خاماتها حلوه والوانها زي ما بقول لكم ايه. هي انت مهما تعملي بتبقى في حاجه مكرره يعني. هاتوا يا جماعه الحاجات اللي ايه الخامات اللي التقيله في الفوط، وما تجيبوش وابعدوا عن الخامات اللي هي ممكن ايه ما تشربش الميه. اخر حاجه اللي هو الطقم ده يا جماعه، برضو انا جايباه ده الساده، يعني انا جبت جوبير وهانديميد وده الساده. ده رومي تكس ده برضو معروفه يا جماعه، ماركه معروفه حلوه قوي. وبرضو حلوه قوي يعني للامانه للامامه هي اتقل من الفوط اللي عدت، يعني الفوطه دي اتقل من الفوطه اللي عدت. ريميتكس برضو دي معروفة يا جماعة، يعني ماركة يعني معروفة، يعني من ضمن الماركات اللي هي الايه الكويسة. وانتي برضو مقدرتك، يعني انت في ناس ما بتقدرش مثلا تجيب من الماركات فبتجيب يعني على قدها، كل واحد يا جماعة على قده. وبرضو ما تلتزموش بأعداد الفوط يا جماعة، كل واحد برضو على قده في الأيام اللي احنا فيها دي، والله يا جماعة كل واحد على قده. الأسعار كل ما بتروح بتبقى فيه تفاوت جامد 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 في الأسعار. فكل واحد ومقدرته، كل واحد، واللي يجيب حاجة دلوقتي والله ويجهز يبقى ربنا كرمه من فضله. اللي تقدر تجهز بنتها دلوقتي ربنا يبقى كده كريمها قوي من فضله، لأن والله الحياة اللي احنا عايشينها دي يا جماعة يعني صعبة قوي والله، يعني صعبة في كل حاجة. في العيشه وفي في الاسعار اللي انتوا شايفينها دي. برضو يا جماعه 60 في 120 انا افتكرها للامانه، كنت هوريكم دلوقتي وهيجي معاكم لقطه كده، دي الساده زي ما بوريكم، بس دي خامتها اتقل من الاتنين اللي عدوا، خامتها احلى واتقل من الاتنين اللي عدوا. الاتنين اللي عدوا حلوين قوي، بس يعني دي خامتها انا حاسه ان هي ايه تقيله شويه عن الاتنين اللي عدوا. فيا جماعة كل واحد بيجيب كل واحد حسب مقدرته، أو ربنا مقدر له إن هو يجيب. دول كده 4 علب في 4 ب12 فوطة يا جماعة. أنا كده جبت دول 12 فوطة بدأت بيهم. إن شاء الله هتلاقوا الأيام الجاية كده معاكم هجيب برضو شوية حاجات برضو إن شاء الله بإذن الله في المفروشات، يعني إن شاء الله بإذن الله. انا بجيب من هنا احط هنا بس، يعني الحمد لله. ده برضو زي ما بوريكم، دي برضو الوان الفوط برضو، يعني هي دي تحس ان هي منت، بس يعني مديه على هنا على جري غامق قوي كده، فهي حلوه قوي برضو. انا ما بحبش اكتر في الحاجه. عايزين تجيبوا يا جماعه الحاجات اللي بتبقى فيها ممكن فيها استرسات وحاجات دي ما تكتروش منها قوي، ده كتير علبه الفوط بس لشكل الدولاب بس ساعه ما بيجي ترص. لكن اكتر من كده هاتوا الحاجات اللي هي دايما ما فيهاش ان هي ممكن تبوظ شكل الفوطه بعد كده. دول أو انا كنت بوريكم افتكر دي اقل او 50%، لانها تقيلة، بس لا لما جيت قستهم الاتنين على بعض كده اللي هما اللي عدوا دول، لا لقيتها دي برضو 60 في 120، بس الخامة اتقل شوية، يعني خامتها اتقل من اللي هما الاتنين اللي قبل كده. انا كنت انا افتكرها فعلا، شوفوا انا بقيسها لكم قدامكم.
دي كل الفوط اللي انا جبتها النهارده، ودي الاشكال، وبقول لكم على الحاجات اللي بمر بيها والحاجات اللي انا بشوفها، وبنصحكم بالحاجات اللي بتكون عمليه اكتر من الحاجات اللي هي تكون يعني اشكال. فانا بقول لكم على الحقيقه. يا ريت يا جماعه كده الحاجات اللي انا يعني بعرضها لكم تعجبكم. وده كان اخر حاجه في الفوط. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، يعني فضلا منكم وليس امرا. والله 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 القناه بتقع جامد جدا جدا، فبتمنى منكم الاشتراك والشير واللايك يا جماعه. اللايك بيرفع الفيديو. وقولوا لي ان كانت فيديوهاتي مش بتعجبكم ولا لا، لان انا في يعني بطء جامد قوي 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 في القناه الايام دي. دي كل الفوط اللي انا قدمتها لكم النهارده. يا رب تعجبكم واكون بفيدكم ولو باي حاجه بسيطه. وبقول لكم على كل الحاجه والله اللي انا بمر بيها. انتوا اخواتي وحبايبي، وبتمنى منكم الدعم جامد 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 للقناه. وهكبر بيكم وليكم ان شاء الله. واشوفكم على خير. اشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. لايكات كتير 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 كتير. عايزه الفيديو ترفع باللايكات بتاعتكم. يتفجر كده من اللايكات يا جماعه. اللايكات بترفع الفيديوهات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. يكون شويه حاجات جديده باذن الله. ومع الف الف سلام. سلام يا حبايب قلبي.